فيديو النهارده عباره عن ايه بقى؟ عن البطاطس المحمره المقرمشه الشيبسي. تمام. جبت البطاطس اهي نقعها عندي في خل وملح. الخل بيساعد ان هي تكون مقرمشه اكتر. سمك البطاطسايه بصوا عاملين ازاي، ده السمك اللي انا عايزاه. بصوا سمك البطاطسايه، بصوا لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، لكن تكون طريه بالسمك ده كده اهو. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي تبقى طالعه مقرمشه كده زي الشيبسي اللي بناكله من بره واحسن كمان. طاسه سخنه بقى على النار يكون فيها زيت غزير. نختبره كده، لسه ما سخنتش، نستنى عليها شويه. انا عايزه الزيت يوصل للمرحله دي. شايفين بطاطسايه كده عامله ازاي جوه؟ ابدا بقى انزل الباقي. سامعين صوت الطشه كده؟ انا عايزه اسمع التش دي. الله عليا، شكله احلى بطاطس مقرمشه. بصوا نقلبها بقى، نسيبها بقى تطشطش كده شويه. مش هنسويها تسويه كامله، نسيبها كده شويه وهرجع لكم تاني. وانا بقلب بقى ما بقلبش بحاجه، يعني ايه، بهزها كده بس شويه عشان البطاطس ما تتهريش مني، لان طبعا هي رقيقه قوي في الزيت ممكن تتفتت مني. نهزها كده بالراحه. 3/4 تسويه بقى كده وهنطلعها. بس هنطلعها على ايه؟ على ميه ساقعه تلج. هنزلها في ميه ساقعه تلج تاخد صدمه كده. طبقه في ميه كده تاخد صدمه ونسيبها دقيقتين، وهنرجع تاني نرجعها في الزيت الغزير لما يكون سخن. وادي كده بقى بعد ما رجعناها تاني في الزيت السخن، هتبدا بقى ايه تاخد اللون الذهبي بتاعها اهو. بصوا بصوا اهي بدات. بصوا بقى اللون الجميل، بصوا بدات تاخد لون ذهبي ازاي كده. بصوا نطلعها بقى كده. شايفين بقى شكله؟ شايفين اللون الذهبي؟ نطلعه على حاجه مش على منديل عشان ما يطراش تاني. نطلعه على مصفى كده او حاجه ايه زي شبكه دي كده. تعالوا بقى عشان انا عملت اختبار هوريهولكم قدام عينيكم. جبت كيس شيبسي نوع عادي ماشي. بصوا بقى اهو، ده كيس شيبسي من اللي بنجيبه من بره اهو. ده كيس شيبسي يعني هو باين من غير اصلا ما تقولي اللي ومن غير معمول اي في حاجه. البيت. من غير بصي الفرق يعني. ايه ده؟ مواد حافظه وحاجات كده غريبه يعني، وحاجات كده ضاره فرجوا مع جدا ضاره جدا جدا جدا. انما التاني بقى ما الولاد شاء طبعا الله. مبهدلين الدنيا. بص ده اهو، بص بقى ده، بص الشيبسيه عامله ازاي. اسمع صوت القرمشه كده. سمعناها. ايه رايك؟ بص لونه، بص الفرق بين دي ودي اهي. باين بص الفرق جدا على بين دي فكره، ودي. باين جدا. بصوا سامعين القرمشه؟ ذهبي، لونه تحفه، شكله تحفه. البطاطسايه بطاطسايه كده. ده كان تحدي الشيبسي بقى اللي انا عملته النهارده. حاضر يا حبيبي، كله هياخد شيبسي، كله هياخد شيبسي. الدنيا يعني متقطعه الشيبسي بتاعي يا جماعه. في خناقه على ده الشيبسي. حطوا فيه انا عملته بالملح بس، انا كنت ملحاها وحطاها في خل. حطوا بقى اي طعم احنا عايزينه يعني، بس طبعا من غير وجه مقارنه، يعني من غير ايه الحاجات اهو، من غير الحاجات في دي، من غير الكلام ده خالص يعني. انا اعرف ان في اطعمه كتير اي بتتباع طعم عند انت العطار. عايزه، اي طعم انت عايزه اهو. انا بقى هاخد الطبق بتاعي ده كده. لا خد راح فين. انا باخد الطبق بتاعي ده كده بالبطاطسايه التحفه دي كده. ويعني مش عايزه اقول لكم، عايزه اقول لكم تعالوا كلوا معايا، لكن للاسف على بال ما تيجوا مش هتلحقوا، هكون خلاص الشيبسي كله. بس ده كان تحدي بطاطس شيبسي النهارده. عملت تحدي مع احمد، قعد يقول لي استحاله تطلعيها زي بتاعه بره. ادي بتاعه بره وادي بتاعتي، اكيد الفرق بيتكلم يعني، اكيد البطاطسيه بتتكلم عن نفسها. فعلى بال ما تيجوا هكون كلتها. بحبكم قوي قوي قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو هقولها تاني وتالت وعاشر، سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب. انا والافندي. سلام عليكم.